السكر البني أفضل من السكر الأبيض وأقل منه بالسعرات. هي المعلومة صحيحة ولا نحن نضحك علينا؟ معكم دكتور ولا رحمون، أخصائية التغذية العلاجية، ماجستير سلامة وجودة الغذاء، وهي رابع حلقة من سلسلة أعرف معلومة مش معلومة مع دايتكس أكاديمي البريطانية. بحلقة اليوم رح نحكي عن واحدة من أشهر الخدع التسويقية اللي انخدع فيها كتير من الناس، وهو الاعتقاد بأنه السكر البني أفضل من السكر الأبيض وكمان أقل منه من السعرات. والحقيقة أنه الفرق الوحيد بين السكر البني والسكر الأبيض هو بس اللون، وهذا نتيجة اختلافهم بطريقة التصنيع. فالسكر الأبيض بيتم تكريره مرتين، أما السكر البني بيتم تكريره مرة واحدة فقط، وبينضاف له دبس السكر واللي هو بيعطيه اللون البني. أما من ناحية السعرات فالفرق ما بين 10 جرام من السكر الأبيض 10 جرام من السكر البني هو 1 كالوري فقط. بما أنه السكر البني بيحتوي على قدر جدا قليل من المعادن مثل الكالسيوم، حديد والمغنيسيوم، ولكن هذا القدر من المعادن يكاد لا يذكر أصلا وما في له أي منفعة فارقة بالنسبة للجسم. ومن ناحية تانية سواء السكر البني ولا السكر الأبيض فالاثنين بيرفعوا سكر الدم بنفس المقدار، والاثنين بيتسببوا بزيادة الوزن وتراكم الدهون بمنطقة البطن، بالإضافة لأنه هن بيزيدوا من الشراهة لتناول الحلويات. طيب والحل؟ الحل إنه نحن نستبدل الاثنين، السكر البني والسكر الأبيض، بالسكر الطبيعي الموجود بالفواكه أو بالعسل الأبيض، ولكن بمقدار محدد ومدروس حتى ما نزيد من السعرات. وهلأ شاركنا بالكومنتات، كنت بتعرف هالمعلومة من قبل ولا لا؟ تابع دايتكس أكاديمي اليوم حتى توصلك الحلقة الجاية من سلسلة أعرف معلومة مش معلومة.